الله على المسقعه. مين فينا ما بيحبش المسقعه؟ يلا بينا نشوف الطريقه. يلا بينا. اول حاجه حبايب قلبي هشطف البتنجان وهقطعه مكعبات كده. مسقعه الفلفل الحار، الفلفل الحامي. هنا هننزل باول حاجه هقليها البتنجان وبعد كده هقلي الفلفل. انا مقطعه هنا البتنجان مكعبات، وهنا هنزل بقى بصلصه المسقعه. اول حاجه هنزل بالزيت وبعد كده هحط بقى التومه بالفلفل، لو عندك فلفل اخضر عندك فلفل احمر مفيش مشكله، وهنشوحهم في الزيت وهنخليهم بقى توصل اللي هي اللون الذهبي. شايفين بقى اللون عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. هنزل بالخل وبعد كده عامله عصير طماطم ومصفياه. طبعا شايفين الطماطم لونها اصفر، احط عليها معلقتين من الصلصه عشان تدي اللون ايه الحلو الاحمر الجميل. البهارات ملح، كمون، فلفل اسمر، اهم حاجه الكمون، ورشه شطه بقى لعشاق الشطه، وهسيبهم مع بعض كده لحد ما يتسبكوا كده. بقى هشوف البتنجان ما شاء الله، شايفين بقى لونه جميل ازاي. هنقلي البتنجان ويلا بينا نقلي الفلفل. هنقلي الفلفل مع بعض يا سيدي بقى على الفلفل الحار. احلى حاجه في المسقعه الفلفل الحامي، بتبقى تحفه، بتبقى جنان. خلاص كده بقى قلينا، ونشوف بقى الصلصه بتاعتنا وصلت لحد فين يا سيدي. على المسقعه شكلها هتطلع حلو ولا ايه؟ خلاص كده يلا بينا نسمي الله ونشوف بقى الصلصه بتاعتنا ما شاء الله. شايفينها بقى اتسبكت، شايفين لونها عامل ازاي. خلاص كده هطفي عليها، مش هسيب البتنجان والفلفل يتسبكوا معلقه، هنزل بيهم في الصلصه بتاعتي لان كده كده بتتشرب وهي مستويه، يعني فلفل مقلي والبتنجان مقلي. واسيبهم بقى كده، هقلبهم كويس جدا ويتشربوا مع بعض من الصوص الطماطم والبهارات بتاعتنا الجميله، وبألف هنا. ولو عجبتكم بقى الطريقه ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم مني كل جديد. ولو عجبكم الطريقه اوعوا تنسوا القلب الجميل.